إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هذه كلها أمور محرمة في دين الله تبارك وتعالى، بل هي من الشرك. هل هي من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ هذا يختلف باختلاف حال من علقها. إذا كان معلقا لها معتقدا أن فيها نفعا وضرا وعطاء ومنعا فهذا شرك أكبر ناقلا من ملة الإسلام، وإذا كان يعتقد أنها سبب فهذا من الشرك الأصغر لأنه وسيلة تفضي بالإنسان إلى الشرك الأكبر. الشاهد أن هذه تعاليق محرمة، وقد تنوعت عند الناس بصور كثيرة وأشكال مختلفة. بعضهم يعلق على عنقه أو في سيارته تعليقة يرسم عليها عين بزعم العوام أن هذه العين ترد العين. كل هذه من خرافات العوام ومن جهلهم ومن ضياعهم، يتعلقون بهذه الأشياء التي لا تفيد ولا تنفع، ولا يعلقون قلوبهم بمن بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور سبحانه وتعالى. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.